أكيد كلنا بنحب السيارات اليابانية بالذات الجي دي ام القديمة، وكلنا نفسنا نقتني لو واحدة منهم على الأقل. في الفيديو ده هنشوف أقوى 3 محركات في عالم الجي دي ام الياباني، هنعمل عنهم نظرة سريعة ونعرف كل تفاصيلهم. تابع الفيديو للآخر عشان هتستمتع. وقبل ما نبدأ اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. نبدأ بعائلة الجي زي من تويوتا، وهنركز على أسطورة سلسلة أفلام فاست أند فيوريوس التويوتا سوبرا، خصوصا المارك 4 بمحركها اللي يلقب بالأسطورة الهندسية 2JZ. محرك نزل الإنتاج أول مرة في 91، بيتمتع ب 280 حصان ستوك خارجين من 3000 سي سي 6 سلندر خطي مع سيكوينشال توين تيربو. المحرك اتصنع عشان يستحمل التعديل، ويعتبر هو أشهر محرك في عالم التعديل المجنون. بلوك المحرك هنا مصنوع من الحديد الصلب واللي بيتميز بالصلابة والمتانة، مع رؤوس سلندرات مصنوعة من الألمنيوم اللي وزنها خفيف وقوي. المحرك عليه دوال اوفر هيد كامز اللي بيحسن دخول الهواء للمحرك وخروجه للشكمان بعد الاحتراق. وبداية من موديلات 97 المحرك نزل بتقنية ال VVTi، واللي هنعمل عنها حلقة منفصلة في الأيام الجاية، استناها عشان هتفيدك. محرك بالمواصفات الرهيبة دي المعدلين وعشاق السيارات خدوه وعدلوه بالكامل، وصلوا بيه لأكتر من 1000 حصان على بلوك المصنع، وكمان من غير تغيير أجزاء داخلية كتير في المحرك. مجرد بس شالوا التوين تيربو وركبوا سنجل تيربو كبير عشان ياخدوا بوست عالي، وفلتر وإير انتيك رياضي مع فول اكزوست سيستم وهيدرز افتر ماركت، وشوية تعديلات في نظام الوقود عشان يضمنوا ان المحرك يتغذى كويس بالبنزين. واللي كان حابب يتجنن بالمحرك ده غير في القطع الداخلية بتاعته وركبوا عليه انتي لاج، وبقت العربية صاروخ ارضي وبتوصل لحد 1500 حصان بالراحة على التعديلات دي. ولو ما تعرفش الانتي لاج كنا عملنا فيديو مفصل عنه هسيبهولك فوق هنا. المحرك ده ناجح جدا ومحبوب في العالم كله تقريبا، بيعملوا سواب للمحرك ده على كل العربيات اللي ممكن تتخيلها، وكمان مشهور جدا في عالم الدريفت. المحرك التاني ومش هنبعد قوي هنا، اقوى منافس لتويوتا نيسان بعائلة محركات الار بي. هنمسك المحرك اللي نزل على المنافس المباشر للتويوتا سوبرا، نيسان جي تي ار R34. بالمحرك الجبار ال RB26DETT، نزل الانتاج في 89. مواصفات المحرك 2600 سي سي 6 سلندر خطي توين تيربو، بيولد حوالين ال 280 حصان برضو، وفي الموديلات الأخيرة للمحرك ده كان بيوصل لحد 316 حصان بسبب التحسينات اللي جت عليه مع مرور الوقت. محرك مصنوع من الحديد الصلب اللي بيخليه قادر يستحمل باور وضغط عالي. دوال اوفر هيد كامز، وكل سلندر هنا عليه 4 صمامات بمجموع 24 صمام في المحرك كله. رؤوس سلندرات من الألمنيوم عشان خفة الوزن والصلابة في نفس الوقت. محرك بسيط جدا وسهل في تعديله، وعشاق المحرك ده ما سابوهوش في حاله، عدلوه كان بيوصل لحد 1200 حصان بسهولة على بلوك المصنع، وكمان بشوية تغييرات في جسم المحرك والقطع الداخلية يقدر يوصل 1500 حصان بالراحة. المحرك الثالث والأخير معانا هو وحش السيارات السليبر، عائلة الكي من هوندا، تحديدا الكي 20. بدايته كانت في 2001، نزل على السيفيك اس اي والتايب ار. مواصفاته 4 سلندر 2000 سي سي، في منه نسختين، واحدة تنفس طبيعي والتانية تيربو، بيولد 240 حصان، والرقم ده بيختلف على حسب النسخة والعربية اللي نزل عليها. بيتميز بعدد لفات الموتور اللي بتوصل لحد 8400 RPM. مزود بنظام الاي في تك بتاع هوندا اللي من احسن انظمه الفاريبل تايمنج كنترول. عليه برضو دول اوفر هيد كامز واللي بيحسن دخول الهواء للمحرك وخروجه بعد الاحتراق. المحرك ده رغم صغره الا انه بقى اشهر محرك يتعمل له سواب، خصوصا على العربيات السليبر او اللي شكلها ما يبينش انها عربيه متعدله. تعديل المحرك ده وصل لليفل تاني عشان تعديله بسيط ومش مكلف خالص مقارنه بتعديل اي محرك تاني. تخيل محرك 4 سلندر 2000 سي سي وصلوه 1000 حصان. عشاق المحرك ده بيعدلوا كل حاجة فيه، بلوك افتر ماركت عشان يستحمل الضغط العالي، بساتم اقوى، كامات اكبر، واكيد بيركبوا عليه سنجل تيربو من اكبر ما يمكن، واللي يخليك تقلق من اي سيفيك ماشية في الشارع وما تحاولش تدوس معاها عشان هتزعلك جامد. وصلت لنهاية الفيديو فانت من عشاق محركات اليابان. دي سلسلة جديدة في القناة هنتكلم عن اشهر 3 محركات في عالم التعديل، والحلقة دي كانت من اليابان. لو عجبتك السلسلة اكتب لي في الكومنتات ايه المحركات اللي تحب نتكلم عنها في الفيديو الجاي.
واشترك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات أول بأول. أشوفك في الفيديو الجاي. سلام.